حرارة لن تعوق أي مصري حابب أن يعبر عن رأيه. احنا ما خفناش الرصاص والبلوتوف في ثورة 25 يناير، فأكيد طبعا لن نخشى عامل مثل درجة الحرارة، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى من رضاه ابتدى الجو يبقى كويس دلوقتي، ما يبقاش فيه حر زي ما كان بعد صلاة الظهر مباشرة. معانا آلاف المكالمات والاتصالات التليفونية. يا عاصم معانا محمود من المنوفية. مساء الخير يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير يا محمود. اتفضل. مساء الخير، مساء النور، ازيكم؟ الحمد لله. اتفضل يا استاذ محمود. والله انا الدكتور توفيق بصراحه، والله لو قلت له بص الوقت ما لبايسه. والله لو قلت له بص تحياتنا ليك يا استاذ محمود. الوقت ما لبايسه واخد صدمي. لان انا فرحت بالوقفه اللي وقفها دي كان عمر سليماني على الترشيح دلوقتي. تمام. وانا اول واحد دلوقتي يكون انا اول واحد يعني اي واحد من الصف الثاني اللي ما كنتش هنتخبه. لان ما انتخبش حد في حياتي. وعمر سليمان اول واحد هنكون عامل له توكيل بكره ان شاء الله. تمام ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. خلينا لان الراجل ده هو اللي يستاهل، والراجل ده هو اللي يقف معانا، هو اللي السليم ده، هو اللي عامل كل حاجه. طب يا استاذ محمود، خلينا اسال حضرتك ايه اللي انت عايزه من رئيس الجمهوريه القادم؟ اللي انا عايزه انه يكون يستحيل لنا الحال دلوقتي. سيادتك احنا مش جايين ناخد دلوقتي من اول البتاع دي ما قامت، اللي هي اسمها الثوره اللي قامت دي، احنا مش جايين ناكل والله انا واحد من الناس انا يمكن سالف ال 5 جنيه ديت اللي اتصلت بيكم بيها ديت والله. من ساعه المظاهره دي قامت مش لاقي ناكل، والله انا هنلاقي ناكل. ربنا يا رب يصلح الحال، ويا رب كل المصريين يعني يكون يعيشوا في عيشه كريمه تليق بالشعب المصري الابي الرافض لاي ذل وهوان.